السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله، يا رب تكونوا بخير وفي أحسن حال، يا رب تكونوا جميعا كده في أحسن الأحوال. يا رب يجعل شهركم مبارك وأيامكم جميلة كلها ويسعدكم في أولادكم، اللهم أمين يا رب العالمين. دعوة كده حلوة لولادكم، ربنا يا رب يسعدهم ويفرحهم يا رب، ويشفي كل مرضانا ويشفي عن ابني لأنه عنده الدور بتاع البرد ده. أتمنى كلكم تدعوا لابني بالشفاء، ربنا يبارك فيكم لحسن عنده دور برد كده. الحمد لله رب العالمين، يا رب يسعدكم في ولادكم وما تشوفيش فيهم شر أبدا، اللهم أمين. يلا نصلي على النبي كده ونسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. النهاردة الفيديو بتاعنا بصوا في كذا حاجة هتعجبكم. قبل أي حاجة طبعا دول شوية خضار بساط كده، كنت بره في مشوار وجبت بصراحة عاوزين ياكلوا محشي بتنجان، قلت لهم ان شاء الله هعمله لكم، بس ايه اما بس ابني ايه يخف كده، لانه طبعا عشان طول ما العيل تعبان مش عايز ياكل. طبعا الكوسة زي ما انتوا عارفين عاملة 20. الفاصوليا جبتها ب20 برضو. بس بصراحة حلوة قوي عجبتني، يعني جميلة بصراحة. الجزر جبته ب10. الايام دي يا جماعة ايام الجزر حلوة قوي. الطماطم جبتها اللهم صل على سيدنا محمد ب12.5. بس جميلة بصراحة، حمرة كده وحلوة قوي. وطبعا الأسعار الحمد لله، طبعا دخلت رمضان الأسعار بتزيد شوية، طبعا كل سنة وانتم طيبين، بقى موسم يا جماعة والأسعار بتزيد شوية. ربنا يا رب يجعل بيوتكم دايما يا رب عمرنا بالخير، اللهم أمين يا رب العالمين. ويجعل دايما يا رب بيكم كده عمران بالخير. البتنجان بقى ما شاء الله الأبيض يعني سعره حلو، جبته ب15، بس برضو سعره ايه مناسب لأنه جميل بصراحة. بصوا حلو قوي، تحسيه كده بلدي، يعني عجبني بصراحة. هي قالت لي ب15، بصراحة أنا قلت هتقول أغلى من كده لأنه بصراحة كانت لسه مفضية وحلوة أوي ونضيف وجميل جدا. الفاصوليا اللي أنا بصراحة مستغلياها ب20 جنيه، كتير عليها قوي 20 جنيه. يعني الفاصوليا إحنا في الشتاء المفروض ما تزيدش عن 10 جنيه، حلوة قوي عليها 10 جنيه. تعالوا بقى نعمل حبة خيار مخللين. الخيار بقى اللي جايباه بقاله كام يوم، كنت جايباه يا جماعة على 20 جنيه ومش عارفة اخلله معاكم. طريقته سهلة جدا طبعا، ده خيار يا حبايبي السريع بعمله على طول لان ولادي بيحبوه جدا. طبعا الخيار السريع لو عاوزين الطريقة هقولها لكم، طبعا انا بصراحة ما عملتوش معاكم بالتفاصيل. طبعا بعمله بمية دافية مغلية، وبحط له هريسة توم على طبعا هريسة شطة على توم، دي معلقة سكر، وبحط له ورق لورا، وبحط له ملح، وبحط له السكر زي ما انتوا شفتوا كده. وعايزه اقول لكم بزود فيه التوم شويه، واللهم بارك تاني يوم تاكلي منه احلى حبه مخلل. عاوزه تاكلي منه في نفس اليوم، بعد كام ساعه كلي، بيبقى جبار بجد. ربنا يجعل بيوتكم دايما يا رب عمرنا بالخير. شويه المخلل دول بيبقوا نضاف وحلوين قوي، وكمان طريقته سهله. اقول تاني طريقته، بعمله قبل اي حاجه بميه مغليه، بقطع الخيار وبحط له توم، وبحط له هريسة شطة وورق لوري وسكر وملح وخل، وبقفل عليه، وبقى تاني يوم تاكلي منه، وحاجة سهلة جدا. الفلفل بقى يا جماعة دلوقتي ما شاء الله برضو موجود وحلو، ده كيلو فلفل ب20 جنيه. تفريزات بقى رمضان، كل سنة وانتوا طيبين وولادكم يا رب طيبين وكل اللي بتحبوهم طيبين يا رب العالمين. دعوة منكم كده حلوة لأمي بالرحمة وبالمغفرة وموتانا أجمعين. واللي وصل معايا لحد هنا يصلي على النبي. بعمل الفلفل بطريقة حلوة قوي، اللي هي ايه بقى؟ بصوا انا غسلت الفلفل، بسلق الكيلو الفلفل ده، حطيت عليه مجين ميه وسلقته، شايفين؟ هنا طبعا لما بيتسلق انا من الناس اللي بتحبه، عشان لما بحطه في المخللات بيديني اللون حلو قوي. طبعا هنا معلش التصوير انا عارفه انه معاق شويه بس معلش، يلا ربنا يهديها ميار بقى، ربنا يهديها. طبعا هنا بصوا كان خلاص بقى اتسلق، وكان ما شاء الله اللهم بارك كان برد. ورحت عامله ايه بقى؟ بروح ضربه في الخلاط، وبروح بقى مفضيه في علب. وبعد ما بفضيه طبعا في العلب يعني كده، انا بصوا حاطاه في الخلاط، بصبر عليه ايه شويه يبرد كده. لو عندك هاند بلندر اضربيه بيه، انا بصراحه ما عنديش، ادعوا لي اجيبه ان شاء الله باذن الله. طبعا هنا بعد ما اتضرب، بصوا بعد ما اتضرب ضربه مبرحه، ضربنا ضرب وجعنا قلبه.
طبعا لون الكاميرا ظلمه، هو احمر وجميل جدا. بفضيه بقى في علب، انت العلب اللي بنشتريها دي وتحطيه حبه بقى زيت، بس زيت ايه؟ زيت من الابيض، زيت عافيه، اي نوع تاني ابيض، بلاش تمويل علشان ما يعملش في ريحه. ده فلفل احمر ساده من غير توم ولا ملح ولا اي حاجه، بحب اعمله كده واخليه عندي. بينفعني بقى طبعا في البتنجان، واحط انا عليه التوم والكمون والحاجات دي. بينفعني في المخللات. تعالوا بقى هنا بصوا، بسم الله ما شاء الله، حطيته بقى في العلب اهو. شايفين جماله ما شاء الله، اللهم بارك، حلو جدا. لا وكمان بصوا بوريه كده جميل وحلو لما بحب اعمله كده. وبرده بعمل منه في الكبه. بصوا بقى هنا طبعا كان برد وما شاء الله زي الفل. بصوا معجون كده جميل، تحط منه في المخللات بيبقى حاجة كده زي العسل. زيكم ربنا يحسن ما بين ايديكم، وكلنا بنتعلم من بعضنا زي ما قلت لكم. بصوا هنا بقى معلش لو الفيديو اللي بيفصل من بعضه، عايزة اقول لكم يا جماعة بجد النور يعني عامل عمايله معانا الحمد لله. طب تعالوا بقى نخش على غدانا ونسمي الله ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ما شاء الله. كانت طبعا عندي بين حبيبة قلبي منوراني، ربنا يبارك لي فيها يا رب، اختي قالت لي انا عايزه اكل سمك وبابا غنوج وما اعرفش ايه. قلت لها احلى سمك ان شاء الله. عملت لها بقى سمك على قد ما اقسم كده، ربنا يديمها عليا وعليكم نعمه. وشويت لها بتنجان زي ما انتم شايفين كده. وطبعا البنت جابت لي السمك لحد هنا، ربنا يبارك لها يا رب، اللهم امين. طبعا بسم الله ما شاء الله السمكايه 600 جرام. عايزه اقول لكم انا بحب السمك كبير قوي يا جماعه، من الناس اللي بتحب السمك كبير، مش من الناس اللي بتحب السمك الصغير. بسم الله ما شاء الله. عملت واحده اللي هي 600 جرام دي بصينيه البطاطس، كانت اللهم بارك. بصوا كانت حلوه جدا، حلوه جدا يعني بصراحه. طبعا هحطها كده ما شاء الله في الفرن وهسيبها. وعملت فيليه، طبعا جبت اللي هو الفيليه المتلج ده يا جماعه. طبعا ما شاء الله اللهم بارك. بصوا متبله، التتبيله سهله، انا مش بحط الا كمون وتوم وكزبره وملح وليمون وخل. مش بحب احط هريسه شطه يعني، مش من هواياتها قوي. هنعمل بقى احلى حبه رز ابيض، معلش لو التصوير وحش، بس عايزه اقول لكم كانت اكله سمك الف هنا وشفا. يعني بجد على قلبنا. ربنا يجعل بيوتنا دايما يا رب عمرنا بالخير، اللهم امين. بصوا لي على السمك هنا بقى وهو بيتدلع في الفرن كده، ويا سيدي على الرز وجماله وحلاوته، ولا السمك الفيليه يا ولاد. يجعل يا رب دايما بيوتكم عمرنا بالخير يا رب. بصوا السمك هنا اللي وصل معايا لحد لون السمك الذهبي ده، يصلي لي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا بقى كنت خلصت، عملت لها بابا غنوم زي ما هي كانت عايزه، وعملت لها السمك الفيليه، وعملت لها سمك الصينيه في البطاطس عشان هي كانت طالباه، وعملت لها سمك مقلي حاجه كده اللهم بارك. اسفه بس لو الصوت ايه، شايفين النور؟ النور بجد يا جماعه تعبني قوي. ما كنتش عارفه كمان اصور، بس طبعا من الفيديو بالكامل معاكم كان لازم أنا اكمله. بجد يا جماعة اللي عنده النور قاطع زينا كده يقول لنا معلش التصوير ما كانش حلو، لان انا ما كنتش هصور. وعايزة اقول لكم يعني مش بيقطع ساعة ولا اتنين، لا بيقطع بكذا ساعة، الحمد لله رب العالمين. وهنا اقول لكم حطوا احلى لايك للسمك والجماله. وبرضو الحمد لله صورنا، برضو عملنا اللي احنا عاوزينه في حفظ الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.